السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا طاجن اللحمة بالبصل اللي انتوا شايفينه لذيذ جدا. تعالوا هنشوف الوصفة والطريقة، وكمان معايا ملوخية خضراء اهي تحفة، ومعانا طاجن ورق عنب يجنن. تعالوا نشوف الخطوات ونشوف عملناهم ازاي. بس قبل ما نشوف اي حاجة، يا ريت اللي مشتركش في القناة يشترك حالا وفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا بقى نبتدي. شايفين اللحمة لذيذة، طعمها ما اقولكمش تحفة، وريحتها تجنن قد ايه، والصوص بتاعها خطير. نعم، ملوخية تجنن زي العسل. شايفين خضرة ازاي وفيها عرق، والطشة بتاعتها تحفة. ولا ورق العنب خطير لذيذ جدا. ادي اول حاجة عملناها، جبنا طاجن وحطينا فيه بصل متقطع طرنشات، وقطع فلفل اخضر، وقطع طماطم، وتوم قطع طرنشات برضو توم. ما تحطوش توم مفروم، هيخلي الوصفة مش حلوة. طرنشات ليمون، ورصينا ورق العنب بتاعنا زي ما انتوا شايفين. الجرنش ده بيديله طعم لذيذ جدا على فكرة. في نفس الوقت بيحفظ الطاجن من انه ورق العنب يعني يشيط من تحت ولا اي حاجة، ففوائده كتيرة يعني. زي ما انتوا شايفين برص الورق العنب، وبرش شوية من الجرنش تاني. فلفل اخضر على طماطم على قطعة توم. خلي بالكم التوم المفروم بيبقى طعمه طاغي جدا ومش هيبقى حلو، فلازم تقطعوه زي كده يعني. ودي بنتي بقى بتتفرج عليا، مساعد الشيف بتتفرج عليا انا برص الطاجن. وادي حطينا فلفل اخضر وليمون وقطع ثوم. وبعدين طبعا هننزل عليه بالمرقة يعني بالشوربة، هنغطيه بالشوربة ونسيبه لحد ما يستوي. طبعا كنت حاطة زيت، بنحط الزيت طبعا عشان الزيت بيلمعه وبيخليه طعمه حلو. وادي معانا كباب الحلة. ادي نزلنا ببصل في صينية او طاجن، لو طاجن كمان فخار بيبقى احلى واحلى، بس مش موجود مش مشكلة، في الصينية طلع لذيذ وتحفة جدا. فزي ما انتوا حابين يعني، او على حسب امكانياتكم يعني، المتوفر اعملوا فيه. حطينا شوية فلفل اسود وملح على البصل، وهنحط كمان شوية سكر عشان يعني، بس شوية سكر بسيطة حطيتها يعني اقل من نص معلقة سكر صغيرة يعني. ورق لورا، وفصين حبهان. فضلنا ايه نقلب. طبعا احنا انا اللحمة سلقتها، فهي يعني مسلوقة مستوية. هننزل مع البصل بس نديله تحميرة شوية عشان ايه، عشان يتكرمل معانا. شوية السكر دي هتساعده يتكرمل، وفي نفس الوقت مش هتبقى محلية قوي يعني، متحسوش بطعم
حلو جدا يعني، سويت اند صور بس مقبول يعني، مش الحلو زيادة عن اللزوم يعني. نفس الوقت عشان يعني ما يبقاش سكريات ولا كده يعني، ولا سعرات حرارية عالية. نزلنا باللحمة، خليها تتحمر شوية مع البصل عشان البصل كمان يتكرمل معانا. اللحمة ما بحبش يعني احط فيها توابل كتيرة، هو يا دوب ملح وفلفل، شوية ورق لورا، حبهان ماشي، مش اكتر من كده يعني، عشان طعم اللحمة يبان حلو كده ويكون ظاهر وطاغي، مش طعم التوابل الطاغية يعني، ميكونش طعم توابل صارخة كده يعني، تغطي على طعم اللحمة الحلو اللي احنا عارفينه يعني. اما الفراخ ممكن الواحد يزود لها توابل شوية، مش مشكلة يعني، بتديها طعم يعني. هنقلب اللحمة كويس مع البصل ونخليها كده ايه، تاخد لون يعني. بعدين هننزل معانا بالخضار اللي هو يعني، بصوا، فلفلاية واحدة حامية وطماطماية واحدة صغننة خالص حطيتها يعني، زي ما انتوا شايفين اهو، مش باينة في الطاجن. ممكن برضو تستغنوا عنها لان هو طاجن لحمة بالبصل يعني، مش لازم طماطم، بس انا حطيت واحدة صغيرة قوي يعني عشان تدي بس نكهة كده بسيطة يعني، لكن ما تبقاش كلها طماطم كده كتيرة وتنزل صلصتها بقى والكلام ده، لا. وادي معانا الملوخية، حطينا شوية شوربة ومعاها شوية توم مفروم، نزلنا اهو بالثوم المفروم، خليها تغلي شوية. وادي ورق العنب في الطاجن اهو زي ما انتوا شايفين، وادي اللحمة بالبصل ابتدت تدخل كده ايه في السوا وتاخد طعم من بعض كده، والصوص بتاعها يتقل كده ويبقى حلو يعني. وادي الملوخية بتاعتنا، ادي التوم يعني ابتدى يستوي كده في الشوربة. بعدين هننزل ايه بالملوخية اللي احنا خلطناها، انا عملتها في الكب اهو، بس انا محطتهاش كلها لان الملوخية كميتها كبيرة علينا يعني، فعملتها في يوم تاني بقيتها يعني. وهننزل عليها بالكربوناتو، شوية كربونات كده، بعد ما نفكها كده من بعض قلبها كويس. هننزل بشوية كربونات الصوديوم، بعدين بنعمل لها الطشة طبعا بتاعتها معروفة، وشوية توم وكزبرة ناشفة، وهذه اللحمة بالبصل خلصت اهو، بعد ما دخلناها الفرن وخرجناها تاني وخلصت معانا. وادي التوم مع الكزبرة الناشفة، هنعمل بيهم ايه الطشة بتاعتنا اهو. نزلنا بالطشة ايه على الملوخية، شايفين لونها اخضر ازاي ولذيذة بصراحة، كانت تحفة، طعمها لذيذ قوي
تقولها كان حلو. وادي ورق العنب اهو، وادي طاجن اللحمة بتاعنا بالبصل، لذيذ جدا جدا جدا. كل ما اخرج حتة عايزة حتة صغيرة بتخرج معايا حتة كبيرة، وبعدين اجي اقطع منها الاقيها نزلت كلها. بس لذيذة والله، تحفة جدا زي ما انتوا شايفين اهي، تجنن فعلا ولذيذة. والملوخية الخضراء خضراء اهو، لونها اخضر ازاي، والطشة باينة فيها كده. وورق العنب دايب دايب دايب. والاكل لذيذ، جربوه هتدعولي بالهنا والشفا مقدما على قلبكم. وفي العزومات يجنن، اكل تحفة ولذيذ، واكل مصري لذيذ جدا. جربوا الطريقة وطبقوها بالظبط، هتعجبكم جدا وادعولي. ويا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك حالا وفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واللي عجبته الوصفة لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.